عبد الرحمن. عبد الرحمن عندك كام سنة؟ عندي 11 سنة. 11 سنة. هل في حد في الأسرة برضو عنده الموهبة دي؟ بابا. بابا هو اللي شجعك برضو؟ ابو الشاعر الكبير بروفيسور عبد المقصود، عضو مجلس اداره نادي ادب اسماعيليه معايا. ده يعني كلكم بقى اولادكم هم اللي معاكم. ما شوف الجينات بقى. جينات. طيب قولي، موهبة الشعر دي بتحتاج ايه علشان الانسان يحس بالفعل ان هو شاعر؟ انت حسيت امتى؟ هل وانت قاعد مع بابا ممكن انك تدردش معاه قال لك انت موهوب في الحتة دي نبتدي ننميها، ولا انت من جواك بدأت تهتم بالاشعار؟ لا، انا يعني في بداية الموهبة كنت سامع اكتر من حاجة، يعني كنت الاغاني، بابا اقترح عليا الاغاني والمسرح والشعر، لقيت ان الشعر فيه رقي اكتر من الحاجات دي. تمام. فانا قلت الشعر طالما فيه رقي اكتر وكده فادخل في المجال ده. في المجال ده وحبيته واستمريت فيه. هتكمل فيه. هل الدراسة ممكن تعطلك، او انك تمارس نشاط زي النشاط ده ممكن يعطلك عن الدراسة، ولا انت مقسم وقتك؟ لا، انا بقسم وقتي. بتهتم بالشعر اللي موجود في الكتب المدرسية، بتبقى مهتم بيها اكتر من اي طالب معاك في الفصل، لانك انت حابب دارس عارف اكتر؟ هو بعض الحاجات. بعض. مش كلها. مش كلها. ليه؟ مش كلها بتعجبني. اذا اللي ما بيعجبكش انت ما بتبقاش مهتم بيه. بس بحفظه وبفهمه عشان الدراسة بس. دي الشخصية اللي احنا بنحاول نعملها بقى. يعني انه يقدر يكون هو فعلا مفكر ومنتج وصاحب قرار. يعني هو شوف قال لك ايه، بس هو مش هيقدر، هو لازم برضه هيذاكر عشان في الامتحان ممكن يجي ده، لكن هو مش حابب. لا، وبقول لك انا في حاجات بتعجبني وفي حاجات ما بتعجبنيش. في بعض الولاد دلوقتي في المدارس خلاص هو غصب عنه بيحفظ وهو مش فاهم. هي دي اشكاليتنا احنا دلوقتي، يعني احنا طبعا مش هنخش في قضيه اللي هو لكن عارف ده يحب ايه وما يحبش ايه، ولكن برضه يهتم بالدراسه، فهو لازم برضه ياخد فكره عنها. هو كده متميز، يعني امر طبيعي ان هو هيبقى متميز عن اقرانه او صحابه في الفصل، لانه بياخد جرعه مكثفه من فنون الادب والشعر والثقافه، فهو امر طبيعي ان هو هيكون متميز عنه. عبد الرحمن، بتحس وانت في الفصل انك فعلا متميز عن غيرك؟ لو في قصيده انت حاببها فبتقوم تقولها، مش مجرد ان المدرس عايزك انك تسمعها او تقول كلماتها، لا بتلقيها. وده الفرق ما بينك وما بين اي وبيخشوا مسابقات القاء وبياخدوا مراكز اولى على مستوى الجمهوريه. ايه احب انواع الشعر ليك؟ الفصحى. مع انها الفصحى احيانا في ناس كتير تقول لك انا صعبه، انا مش عايز حتى ابص لها. انا بالنسبه لي الفصحى اسهل حاجه. المفردات، الكلمات اللي هي ممكن اي شخص يقول عليها صعبه، هل دي عندك انت عارفها؟ بابا محفظها لك، مفهمها لك، فهي بالنسبه لك بقت سهله جدا. طيب تقول لنا بقى شعر فصحى. هقول جزء من الهمزية النبوية للشاعر أحمد شوقي. اتفضل. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وسناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي، والمنتهى والسدرة العصماء، وحديقة الفرقان ضاحكة الربا، بالترجمان شزية غناء، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواء، نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح، واسم محمد طغراء. اسم الجلالة في بديع حروفه، ألف هنالك واسم طه الباء، يا خير من جاء الوجود تحية، من مرسلين إلى الهدى بك جاء. الله حبيبي. أشكرك يا عبد الرحمن، أشكرك. عبد الرحمن بقى، امتى نقول عبد الرحمن بدأ هو مش مجرد إلقاء للشعر ولكن بدأ يكتب شعر؟ ما بحبش اكتب شعر، بحب اكتب القصة قصة قصيرة. ده تميز لوحده بقى. يعني مش هو اصل الادب مش شعر بس. في شعر، في قصة، في رواية، في لا على المستوى الكتابي يعني. تمام. قصة
وشعر وفي روايه وفي حاجات تانية بقى، بيبقى في حاجه اسمها ادب اطفال كمان. بيعمل قصص صغيره اللي هي بتاعت الاسد والفار بس هو بيعملها طبعا بتخيله هو. ايوه. عبد الرحمن، ايه القصه اللي انت عملتها الفتره اللي فاتت؟ هي القصص معايا يعني مثلا اول قصه اكتبها كنت بسمع اغنيه للاستاذ محمد منير كان اسمها نعناع الجنينه. نعم. فكان فيها جمله بتقول اجل شكوتي لما القيامه تقوم. هي دي كانت الفكره في الفكره من الجمله دي. فبدات اكتب قصه اسمها المسجون المظلوم. فكانت عباره عن اخ ظلم اخوه وحبسه علشان ورث. فالمسجون المظلوم دوت قال للقاضي اجل القضيه لما القيامه تقوم علشان محدش هيظلم في القيامه. تمام. كم ورقه كتبتها للقصه دي؟ ورقه ونص. هي قصه قصيره كده. هل القصه القصيره ليها برضو جانب ضمن المسابقات بالنسبه لكم داخل النادي؟ مش مسابقات. يعني احنا بنحاول ان احنا نعلمها للاطفال، يعني نقول فنونها ايه والبناء بتاعها بيبقى ازاي. فهو فاهم عبد الرحمن يعني ايه قصه قصيره وتتكتب ازاي. طبعا فبيعرف يعمل حاجه اسمها لغه المشهد في القصه القصيره. فهو قدر يعمل ده. وبعدين خدي بالك من العمق اللي هو بيتكلم من خلاله. يعني قال انا سمعت محمد منير قال كذا، وبناء عليه جه تخيل استوحى فكره وبدأ يكتب من خلال هذه الفكرة، وهو طبعا حكاها في دقيقة. ده كله على فكرة بتبقى مجموعة خبرات. يعني المرحلة بتاعت عبد الرحمن هو لسه صغير، ان هو يقدر يكون عنده الجراءة والتركيز في انه يقدر يحكي لك الموجز في ملخص نص دقيقة. انا خلاص وصلتني رسالة بقول لك ان في العدالة وان كانت موجودة جزء منها على الارض، ولكن العدالة يوم القيامة والحق بيرجع لاصحابه يوم القيامة. هو قدر يوصل لي المعلومة بشكل جميل. عبد الرحمن على فكرة من احسن الولاد اللي موجودين عندي في نادي ادب الطفل، ومركز جدا بسم الله ما شاء الله. يعني ربنا يخليه لاهله يا رب. وانا متنبئ له بانه هيكون حاجة كبيرة ان شاء الله في المستقبل يا رب باذن الله. عبد الرحمن كتب القصة القصيرة في صفحة ونص. هل بتجمع المجموعة كلها ال20 وبتعمل له ملتقى للأطفال عشان يسمعوا القصة اللي هو كتبها؟ طبعا. ويبقى في نوع من الحوار علشان يفهموا ايه النقاط اللي طالعة من القصة ويستفادوا منها ولا لا؟ انا بحاول قدر الامكان ان انا يعني اقول ايه، اصنع الشخصية بتاعت الطفل او اخللهم دور. بمعنى يعني احنا هنا قاعدين على مائدة مستدير. بنعمل ده في نادي ادب الطفل، بنقعد على مائدة مستدير. انا عامل منهم مجلس ادارة، رئيس ونائب وعضو مجلس ادارة وكلام من ده. هم مسؤولين. وساعات بروح قاعد انا على جنب كده وديره. ويبقى في مناقشات حامية بقى زي بتاعت مجلس الشعب كده. ويجي مثلا يتكلموا في قصيدة، واحد يقول لا ده انت كان عندك حتة كده قلتها غلط في النطق، ده انت كان عندك الايحاء والايماء وتعبيرات الوش ما كانتش مظبوطه. ويقعدوا بقى يتناقشوا والتاني يقول له لا ونقعد يعني في جدل جميل موجود. وانا فرحان بده لان هم بيكتسبوا خبرات. ان يبقى في الموهبه حقيقيه وليها رونق كمان، مش مجرد ان هي موهبه هو عنده بيقول وانتهى الموضوع. لا، هناك حوار وهناك نقاش، هناك جدل جميل للوصول للافضل. يعني هم في اللغه العربيه الفصحى مثلا يكفي ان هم معظمهم دلوقتي عارفين النحو والصرف بشكل كويس. كلنا ما كناش بنحب النحو والصرف. تمام. وخصوصا في المرحله الصغيره دي هم بسم الله ما شاء الله دلوقتي عارفين الفاعل والمفعول يعني كلام من ده. فهم فاهمين ده كويس، بيعرفوا يقعدوا على منصه ويديروا بدون خوف او رهبه. خلاص الموضوع بالنسبه لهم بقى موضوع يعني عادي. امتلكوا ده المفردات البسيطه اللي ممكن ان هي تخليهم يبقوا قادرين على المواجهه. بيقفوا قدام جمهور بال200 300 واحد.
ويقول، ما بيخافش. خدوا جوائز بسم الله ما شاء الله، معظمهم يعني اخد جوائز كتير جدا، ما عادش عنده الرهبه. حضرتك النهارده حاسه منهم هم الثلاثه رهبه؟ لا ده كله ده كله خلال ال8 شهور، ولا المجموعه موجوده من قبل كده؟ انا قلت لحضرتك والفكره بدات يعني في ناس بادئين معانا مثلا من سن 7 8 سنين، اذا من دلوقتي مثلا عندهم 14 سنه. نعم. فاذا في فتره زمنيه، بس ده بقى ما كانش من خلال كانوا مع الكبار، مع الكبار ومع الروابط الادبيه اللي احنا بنتكلم فيها ومع المدارس، فبداوا ياخدوا خبرات. انا هنا بادئ نادي ادب الطفل من سن كام؟ من سن 6 7 سنين. سن قليل جدا يعني. قالوا لا خلوه من 9 10 عشان يبقى الولاد فاهمه شويه. انا اصريت. اصل انت عندك نماذج موجوده بالفعل، مش لسه هتكون. طبعا. انا اصريت ان هو يكون من السن الصغير دوت. وفعلا بدا الولاد. يعني اقول لحضرتك حاجه، في اخت عبد الرحمن اصغر منه. اصغر منه ايه ده؟ على 4 سنين. تمام. تعرفي انها من كتر ما قعدت معاهم في الندوه بدات تحفظ شعر. ما شاء الله. 4 سنين والله. يعني حفظت لنا قصيده، وحافظه لباباها قصيده، وحافظه بعض الحاجات. يعني 4 سنين، يعني تصوري عامله ازاي. في بنت اسمها سما اسلام، برضو بنت واحد صديقنا، بسم الله ما شاء الله عندها 4 5 سنين برضو، بتقوم تقول شعر يعني احسن من الكبار، بتلقي بسم الله ما شاء الله. كتيبة جميلة معاك من الأطفال. طبعا. أكيد بتتشرف بيها ما يكون في أي ندوة أي مؤتمر، لكن للحفاظ عليهم ولتقديم الخبرات ليهم، ويعني موهبة تكون أفضل